إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في الحلقة الماضية أردنا أن نقرأ سورة الناس ثم نتبعها بسورة الفلق، لكن قدر الله أن الوقت ضيق والبرنامج أردنا أن يكون 5 دقائق ولا يتجاوز 5 دقائق، فقدر الله يعني الوقت أصبح قصير، ولا نريد أن نطيل على المستمع الكريم حتى لا يمل. على بركة الله اليوم نواصل في هذا البرنامج الماتع، برنامج تصحيح التلاوة. أسأل الله عز وجل أن ينفع به المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها. اليوم معنا سورة الفلق، آياتها 5 آيات. هذه السورة نلاحظ عندما نقرأ تنتهي بحروف القلقلة، وحروف القلقلة مجموعة في كلمة قطب جد. يعني عندما تأتي هذه الحروف في آخر الكلمة أو أتت في وسط الكلمة تقلقل. إذا أتت في وسط الكلمة ساكنة أو أتت في آخر الكلمة سواء ساكنة أو لم، سواء سكونا حقيقيا أو سكون عارض. إيش معنى السكون الحقيقي أو العارض؟ السكون الحقيقي هو أصل الكلمة، تكون أصل الحرف أن يكون ساكن. أما السكون العارض أن يكون الحرف مثلا في هذه الآية السورة التي بين أيدينا سورة الفلق، قل أعوذ برب الفلق، هنا سكون عارض، لكن أصل الحرف أصل الكلمة الفلق مكسورة. قل أعوذ برب الفلق من شر. عندما وصلنا لا نستطيع أن نقلقل. لماذا؟ لأن حرف القاف هنا مكسور، واشترطنا شرطا عندما نريد أن نقلقل لا بد أن يكون سكونا أصليا أو سكون عارض. على بركة الله نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ما هي الأخطاء الشائعة في هذه السورة؟ أولا، قل أعوذ برب الفلق. بعض الناس يقول أعوذ برب الفلق، لا يقول قل. وبعضهم يأتي لسكون اللام يعطيه سكون ضعيف. الصواب هنا لا بد أن نوضح السكون. قل قل قل
لأن همزة قطع لا بد أن توضح. قل أعوذ كذلك أعوذ بربي، بعض الناس يقول أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق، هذا خطأ. كما قلنا في الحلقة الماضية أن المضموم إذا ضغطنا عليه كثيرا يولد واو، هذا خطأ. الصواب أن نعطي الضمة ولا نزيد. قل أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الفلق، انسيابية تأتي سهلة. أعوذ بربي، مجرد أن نأتي الضمة ندخل مباشرة للحرف الذي بعده وهو الباء. أعوذ بربي، قل أعوذ بربي، لا نقول أعوذ بربي، خطأ كما اتفقنا. برب الفلق، بعض الناس يقول برب الفلق، فلق صحيحة، نحت صحيحة، لكن إذا أردنا أن نطبق عليها أحكام التجويد فهنا يوجد عندنا نقص، وهو أننا لم نأتي بالقلقلة. القاف هنا حرف مقلقل وأتت يعني سكون عارض. قل أعوذ برب الفلق، فلق اهتزاز، مجرد اهتزاز. فلق بدل ما نقول فلق نقلقلها، نهزهزها هزهزة بسيطة. فلق كذلك. من شر ما خلق، النون الأولى من إخفاء تأتي بعدها الشين. من شر. إيش الخطأ الشائع عند بعض الناس؟ يقول من شر، يظهر النون هنا والنون هنا مخفية، لا نقول من شر، الصواب أن نقول من شر. كذلك الراء مرققة هنا خفيفة، لا نقول من شر، نقول من شر ما خلق، كذلك كما اتفقنا. خلق، لا نقول خلق لأن هنا قلقلة. خلق. ومن شر كما قلنا هنا إخفاء، لا نقول ومن شر. ومن شر غاسق إذا وقب، غاسق إظهار، لا نقول غاسق إذا وقب، خطأ. الصواب أن نقول غاسق إذا وقب، الباء مقلقلة. وقب، غاسق إذا وقب. كذلك ومن شر، ومن نفس الآيات السابقات. ومن شر إخفاء النون والراء مرققة يعني خفيفة بسيطة رقيقة. شر، لا نقول شر، شر النفاثات، لأن كثير يعني تكثر حتى عند الطلاب المبتدئين يقولون، وحتى بعض كبار السن يقولون ومن شر النفاثات، نفاثات، يقرأها بدل الثاء يقرأ فاء، بدل الثاء يقرأ فاء، نفاثات يقول، هذا خطأ. الصواب أن يقول يقرأ حرف بعد الفاء الثاء، والثاء هنا يقرأ الفاء ثم الثاء. الفاء حرف فاء. النفاثات في العقد، في اللام ساكنة، في العقد، دال مقلقلة.
ومن شر حاسد إذا حسد. لا نقول حاسد إذا حسد. بعض الناس يريد أن يحسن صوته ويريد صوته جميل، يريد أن يكون صوته جميل وهو مبتدئ، هذا لا ننصح به أبدا. المبتدئ الذي يريد أن يصحح القرآن عليه أن يقرأ بصوته الطبيعي من دون تجويد ولا شيء، حتى يضبط الحروف ويعطي كل حرف حقه ومستحقه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى مرحلة تحسين الصوت. لأنه كارثة، بعض الناس يريد أن يجود صوته ويجعله حسنا. في هذه الآية مثلا نضرب مثالا، يقول ومن شر حاسد إذا حسد. خطأ، هذا تكثر عندنا خصوصا عند المبتدئين. نقول له بارك الله فيك، اقرأ بصوتك الطبيعي، والمطلوب منك أن تصحح وتضبط الحروف والكلمات في القرآن، ثم بعد ذلك عندما تضبطها وتتقنها تذهب إلى تحسين الصوت وتقرأ بأي صوت تحب. لكن مثلا في هذه الآية ومن شر حاسد إذا حسد، نظهر التنوين هنا حاسد، خصوصا أتى بعده حرف إظهار وهو الهمزة. ومن شر حاسد إذا حسد، حاسد إذا حسد. هذا والله أعلم. أسأل الله عز وجل أن ينفع بنا وبكم ويجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، ونلتقي إن شاء الله في حلقة الغد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.